وبالتأكيد أن هذه الانتصارات وهذه الوحدة لا تحلو للجميع، لا تحلو إلى أولئك الذين أرادوا أن يدمر العراق وأرادوا تقسيم العراق، وأولئك الذين سببوا كل هذه الكوارث، سببوا قتل المواطنين وسبي النساء وتدمير المدن وتدمير البنى التحتية والملايين المهجرين والنازحين داخل العراق وتدمير الثروات وتدمير البيوت المواطنين. هؤلاء لا يحلو لهم هذه الوحدة ولا يحلو لهم هذا الصمود وهذا الإنجاز. هؤلاء الذين ركسوا رؤوسهم بعد أن سببوا هذه الكارثة الجسيمة، والآن بعد تحقيق هذه الانتصارات بعض منهم يحاول أن يرفع رأس الفتنة من جديد ويوقظ الفتنة الطائفية والفتنة الإثنية بعد أن قبرناها، ولن نسمح لهم بذلك.